هنتكلم النهارده عن فيلم حلو جدا وهو فيلم بنك الحظ. بس السؤال هنا، هل فيلم بنك الحظ افضل فيلم كوميدي؟ صلى على النبي ويلا نبدا اننا بنشوف بنك واول موظف فيه هو صالح، وبيبقى قاعد يراوغ العميل وبيبقى عايزه يدخله في مصلحه معاه، ولكن الحوار بيخلص بخناقه. وهنا بنعرف ان صالح عايز فلوس باي طريقه. بعدها بنشوف عمرو وبيبان انه متدلع جدا لابوهم. ودلوقتي اتعرفنا على شخصيتين، وحرفيا الشخصيه بنعرفها في مشهد واحد بس، وده حلو جدا. بعد كده بيروحوا الحمام عشان عمرو وقع على نفسه الشاي. بعدها صالح بيقول له يقف ينشف نفسه في المكان ده، وبيقف الوقفه الغريبه دي. وبعدها بيطلع راجل من الحمام وبيشوفه واقف الوقفه دي. وبعدها بنشوف الامن بيدي لصالح يشرب بنج، وصالح بيخلي عمرو يشرب معاه. بعد لما بيشربوا بيكلموا العميل وبيبقى ده شكلهم. وبعد كده عمرو بيقوم والعميل بيشوفه واقف بالشورت كده. وبعد كده صالح وعمرو بيروحوا لنائب المدير بتاعهم وبيهزق صالح وبيقول له انت ممكن تترفد، وعمرو ما بيعملوش حاجه عشان ابوه شريك في البنك. بعد كده بنشوف زئرو وبنعرف انه شخصيه غلبانه وشريك في السايبر وبيتاجر في المواد المخدره. وبنعرف ان صالح بيضحك على عمرو على طول وبياخد منه فلوس. بعد كده نائب المدير بتاعهم بيوريهم فيديو ليهم وهم بيفسوا الكاوتشات بتاعت عربيته، وبيرفد صالح وبيخلي عمرو عشان ابوه. بعدها صالح بيروح لمدير البنك عشان يرجعه. بعد كده صالح بيسمع المدير ونائب المدير وبيعرف منهم ان كاميرات البنك هتتعطل، وبيعرف ان هيبقى فيه 15 مليون جنيه في خزنة البنك. وبعد كده عمرو وزئرو بيتجمعوا في بيت صالح. وبعد كده بنشوف المشهد الايقوني حرفيا لما ام صالح بتضرب زئرو. ايه ام صالح دي؟ ليه ماليش اسم تناديهوني؟ خش عليا عايز حرفيا من افضل المشاهد اللي في الفيلم، وبيقول لهم على فكرة سرقة البنك، وزئرو بيوافق لكن عمرو بيرفض. بس صالح بيضحك عليه زي كل مرة. بنشوف تاني مشهد ايكونيك بجد، المشهد ابداع من كل حاجة، كتصوير، كموسيقى، كادرات، الكيميا بينهم مشهد ايكونيك بجد. بعد كده بيروحوا بيت عمرو وصالح بيقول لهم الخطه بتاعت سرقه البنك. ونيجي لتالت مشهد ايقوني وهو لما راحوا يجيبوا السلاح، وصالح بيجربه وبيروح قاتل كل الناس اللي قدام، وبيطلعوا يجروا على عربيه عمرو. وبعد كده بيروحوا مكان بيعاتبوا بعض فيه، وعمرو بيقول له هتجيب الفلوس منين، وصالح بيقول له من عند امك، وعمرو بيقول له ده عند امك. بعد كده عمرو بيجيب الفلوس وصالح بيقول لهم انا هتصرف في السلاح. بس هنا في حاجه غريبه، ليه صالح من الاول ما راحش جاب السلاح طالما هو اصلا عارف مكان؟ فدي كانت غلطه الصراحه مش مقنعه. وبيروح عشان يجيبوا السلاح، وبيجي عمرو عشان يطلع الفلوس بتاعه السلاح وما بيلاقيهاش، وبيتفاجئوا ان زئر واقف بيرقص وبيبقى عايز يرميها على الارض. والتلاتة بياخدوا برشام وبيقعدوا يرقصوا ويهبلوا وبيتسطلوا حرفيا. مش عارف ليه بس الإفيه ده عجبني جدا لما محمد ثروت بيقول له احدف لي العوامة الصفراء اللي وراك دي، وهنا كان قصده على اللي جابت له البرشام. وبعد كده عمرو بيصحى وبيتفاجئ من اللي حصل في بيت امه وابوه. وبعد كده عمرو بيقول لصالح نضف هناك وانا هنضف هنا، وصالح بيتصدم لان عمرو صباعه مش موجود. وبيتفرجوا على اليوتيوب عشان يحاولوا يعملوا قنبله، وبيعملوا القنبله وبيروحوا عشان يجربوا القنبله بس بيبقوا عايزين بنزين، وزيرو بيقول لهم انه شرب البنزين. شخصيه مبالغ فيها جدا بجد، بس الحاجات دي بتجيب كوميديا. وبيجيبوا البنزين من العربيه وبينزل حبه بنزين تحت العربيه وبتفرقع القنبله، وساميه جمال هي كمان بتفرقع العربيه ها. وبيراجعوا على الخطه وخلاص بيروحوا البنك وبيغيروا اساميهم، وبنعرف ان اسم زيرو الحقيقي سناء. وصالح بيشوف امه داخله البنك ده لان قريبتها قالت لها ان مفيش حاجه اسمها البنك انترنت. وبنشوفهم لما بيلبسوا الماسكات، البقرة والسمكة والتمساح. أنا كل ما باشوف الحتة دي باموت ضحك بجد. وبيدخلوا البنك والأمن بيضرب عليهم نار. بتاع الأمن راجل عجوز بس سوبر بجد. بيطلع صالح وزئرو عشان يمسكوا بتاع الأمن، وبس بيضرب صالح وبيهدف الاستندات على زئرو وبيمسكوا أخيرا الأمن. وهما بيتخانقوا عصابة تانية بيقتحموا البنك، حاجة عبثية جدا بجد. وزئرو بيتشجع وبيعمل شبح بس بيزعل في الآخر. وده برضه من أشهر المشاهد اللي في الفيلم. وبيبقوا عايزين يسرقوا الاي تي ام وبيفجروها، ولكن العصابة التانية بيسمعوا الصوت بتاع القنبلة وبيطلعوهم فوق. ومصالح بتقول له انت كنت بتسرق البنك، وبتقول له يعني ايه ابن حرامي. وبجد بعد كل الضحك ده المشهد ده اثر فيا جدا. وفي الاخر بتيجي بكوميديا لما عمرو بيقول له انت بتكلمني انا. وبعدها ام صالح بتضرب زئرو تاني والبوليس بيجي. بعدها العصابة التانية بيفتحوا خزنة البنك. سبحان الله، تبقى ليك وتتقسم لغيرك. بقى بهزر، حرام، دي سرقة، مفيش رزق في السرقة. وحتى لو كان في فلوس كتير في السرقه ده برضه حرام. ونرجع لاحداث الفيلم تاني، وبيجي قائد العصابه وبيقول لهم فين الكبير اللي هنا، وبيطلع مدير البنك ويقول لهم انا الكبير والمدير. وبيقول له طب تعالى معايا، وبيقول لهم ما تاخدوا سامي هو انا قابل المدير. عم سامي الغوري بجد عظيم جدا في الكوميديا. وهنا رياكشنات ام صالح كانت بتموتني. وصالح بيخطط وبيقول لهم فكره عشان يعرفوا يطلعوا من مكانهم. بيضربوا الحرامي عشان صالح يلبس اللبس مكانه. وبعد كده وهو صالح ماشي عشان يطلع من البنك، قائد العصابه بيقول له انت اكسم. وصالح بيقلع الماسك وبيعرف انه مش هو اللي معاه. بس عمرو وزيرو بينزلوا عليهم وبيضربوهم، وفي واحد بيمسك ام صالح من قفاها، وزيرو بيقول لهم كله الا ام صالح، وبيجروا بالموتوسيكل.
طب وهتقولي الموتوسيكل ده جه منين؟ ده لما بتاع الامن دخله البنك، المشكله ان هو كان جنب الاي تي ام اللي اتفجرت والازاز اتكسر والموتوسيكل وقع، بس مع انه كان جنب الانفجار، بس هم اكيد ما خلوش يتفجر عشان اللقطه دي. وصالح بيمسك قائد العصابه وبيقول لسامي يخلي باله من امه، بس سامي طلع مع العصابه وبيمسك السلاح على راس ام صالح، وحرفيا البنك كله عصابه، حتى عم سامي مغاوري قال كده. وعمرو بيلم فلوس الصرافه وبيلاقي قنبله من اللي كانوا عاملينها وبيحطها في الشنطه، وبيمسك صالح الموبايل عشان يفرقع القنبله، بس رصيده بيخلص، وبعد كده بيفرقعوا القنبله فيهم. البوليس بيقول لمدير البنك انه قبض على متهمين في سرقه البنك، وبيقول له هم دول معاهم، وقال له لا. وام صالح بتضرب زيرو تاني ويخلص الفيلم، والفيلم جامد بصراحه. ونيجي لسؤال الحلقة، هل فيلم بنك الحظ أفضل فيلم كوميدي؟ الصراحة هو فيلم جامد جدا، وريتم الفيلم سريع جدا، ده قدم لك كل شخصية في مشهد حرفيا، والكوميديا بتاعته جامدة، وأنا أصلا كل ما بتفرج على الفيلم لازم أموت ضحك، ودي حاجة تتحسب لهم بجد. وغير الكيمياء بين التلاتة ثروت وممدوح وأكرم حسني حرفيا جامدة، وحتى محمد ممدوح نفسه يعمل جزء تاني من الفيلم، حرفيا كلنا مش محمد ممدوح بس. بجد لو حسبتها هو فعلا من افضل افلام الكوميديا اخر كام سنه. ولو وصلت لحد هنا اعمل لايك واشتراك، واقول لك معلومه دينيه بسيطه تفيدني وتفيدكم، ما تنساش تقول بين السجدتين رب اغفر لي 3 مرات. قلت بعد كل صلاة آية الكرسي لم يمنعك من دخول الجنة إلا الموت. إيه الجمال ده بجد. بس كده، سلام.